لو المال السايب بيعلم السرقة، امال الجدعنة الزيادة بتعلم ايه؟ خليكم معانا بعد الفاصل. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البلوجر. في مثل بيقول المال السايب بيعلم السرقة. المثل ده ما بينطبقش على المال بس، المال ده على سبيل المثال، لكن الجدعنة الزيادة، العطاء الزيادة، المشاعر الزيادة، كل ده بيعلم السرقة. لكن انت هنا مش شرط انك انت تتسرق في الفلوس، انت بتتسرق في طاقتك، بتتسرق في حياتك، بتتسرق في مشاعرك. انت عمرك بيضيع في عطاء زيادة لناس ما بتقدرش ده، لناس ما بتحسش بيه. انت كل ما بتدي عطاء وما بتاخدش منه مقابل، او جدعانة ما بتاخدش منها مقابل، فانت كده اللي قدامك بيتعود على ده وبيحس ان هو اللي يستاهل ده، وان هو عالي عليك، وانك انت لازم تديله المشاعر دي والاحساس ده، وهو ما يدكش حاجة. هو كفاية ان هو بيتعامل معاك. خلي بالك، بلاش العطاء الزيادة، وبلاش المشاعر الزيادة، وبلاش الجدعنة الزيادة. تدي على قد ما بتاخد، تدي الأول. إذا ما لقيتش رد فعل من اللي قدامك عطاء مقابل، توقف، لأن هو هنا بيسرق حياتك وبيسرق عمرك. ممكن الحاجات دي ما تتعوضش تاني، فادي على قد اللي انت بتاخده. كان معاكم خالد شهاب.